في عندنا بحوث كتير. كان فكرتنا في خدمه المجتمع وتنميه البيئه ان احنا عندنا بحوث كتير موجوده عن ذوي الاعاقات، وهذه البحوث للاسف مكانها الارفف في المكتبات ولا يستطيع احد ان هو يستفيد منها من ذوي الاحتياجات الخاصه. احنا الاستراتيجيه الجديده بتاعتنا ان احنا بنحاول ان احنا ننقل هذه البحوث الى الجهات التي يمكن ان تستفيد بها في التسويق. فبعتنا خطابات تسويقيه لخدمات المعهد الى جميع الجامعات الاهليه على مستوى مصر، وبعتنا لوزاره الشؤون الاجتماعيه، وبعتنا لوزاره التربيه والتعليم عشان موضوع الدمج، لان هو هيتحط الاطفال ذوي احتياجات خاصه مع الاسوياء. فاحنا لنا دور كبير في هذا الموضوع عشان موضوع الدمج ده ما يجيش باثر عكسي وتزداد اعاقه نفسيه بالنسبه اللي عنده اعاقه ذهنيه او اعاقه سمعيه او من هذا القبيل يعني. فاحنا لنا تجارب في هذا الموضوع علميه بنحاول ان احنا نطبقها عشان تستفيد منها الجامعات الاهليه وتستفيد منها الوزارات المختلفه، منها وزاره التربيه والتعليم ومنها وزاره الشؤون الاجتماعيه. وطبعا احنا اتكلمنا عن البحوث الجديده اللي احنا بنقوم بيها هنا في المعهد، من تخفيض سعر السماعات والطاقيه او البنيطه اللي ممكن يلبسها الاعمى عشان ترشده في الطريق بشرط ان هو ممكن ما يخبطش في حاجه. طرق جديده في الفطام بنعملها بأغذية محلية الصنع من معهد التغذية في مصر عشان نقلل من الاستيراد. كل الأمور بتنصب في مصلحة ذات الاحتياج الخاص أو ذات الإعاقة، بشرط إن احنا بإذن الله نفعل البحوث بتاعتنا مع الجانب اللي هو التطبيقي، يعني نكون مع الجانب التطبيقي في صانع القرار من الحكومة، وإن شاء الله ده يكون لنفع مصر وذوي الاحتياجات الخاصة.